السلام عليكم. جروب الخطبة تعود بيحييكم من مكان راقي برضه في اسماعيلية. احنا بصراحة الموضوع بتاعنا اسمه الصبر. الناس اللي بتدخل او بيروحوا نادي الشجرة بيشوفوا المآسي او المهازل الموجودة فيها، بخصوص فرقة الأب أو الطلاق المبني على الطلاق. بتشوف الأب أو الأم ده منتظر وده منتظر عشان الرؤية الشرعية للأب إنه يشوف أولاده، يعني بيشوفهم بميعاد معين في وقت معين ساعة معينة، مثلا يجيب لهم فاكهة، يجيب لهم حاجة بيأكلها لهم بره في الشارع مش جوه البيت. احنا عايزين يا جماعة حتة الصبر، يعني الزوجة تصبر شوية. لو الزوج عصبي، الزوج جاي من بره مزاجه مش كويس، حتة الصبر. الأب أو الزوج دايما شايل هم أولاده، يأكلهم ويشربهم، بيبقى بيتعرض لضغوط كتيرة جدا جدا جدا. الزوجة هي الجسر، هي اللي دايما المفروض هي دايما بتلملم على الزوج، أو طبعا تمتص غضبه في كل شيء، يعني هي حتة الصبر بس. وطبعا المفروض الأمهات طبعا تنصح بناتها، مش البنت تيجي زعلانة أو تروح لوالدتها زعلانة والدتها تطبطب عليها وتقول لها اقعدي ما تروحيش، لا هو اللي يجي ياخدك. المفروض احنا نتلاشى الموضوع ده ونشوف سبب المشكلة ايه واروح بنتي على طول. احنا اهالينا كانوا بيعملوا معانا كده بصراحة، اللي تيجي زعلانة الاب ياخدها من ايدها، يلا على بيتك ما تجيش زعلان، تيجي هنا راضية ومبسوطة. اهالينا يا ريت احنا نتعلم الاسلوب ده، ان احنا نقف مع المشاكل بس ما نوسعش الدايرة، نشوف ايه سبب المشكلة الاول عشان تتحل بسهولة. طبعا بحب انوه برضه في الجروب ان احنا عندنا عروسة 33 سنة من دمياط، عروسة 33 سنة من دمياط حابة انها تسافر بره، انسة. عندنا عروسة من الاسماعيلية 28 سنة منتقبة مطلقة من غير أولاد. عندنا عروسة 50 سنة موظفة مطلقة من غير أولاد. طبعا بشكركم جدا على حسن استماعكم، وأنا بحييكم وأتمنى لكم كل خير.